لديك ولدى يعني مختلف لاعبي بازل في غرف الملابس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بحمد ربنا طبعا على النتيجة والأداء. أدينا بشكل كويس. الفرقة كلها كانت مركزة 90 دقيقة. الحمد لله 3 نقط هيفرقوا معانا بشكل كبير في الفترة اللي جاية. أتمنى إن شاء الله الماتشات اللي جاية نفضل على نفس الريتم كده، وربنا يكرمنا إن شاء الله ونكسب ونصعد من المجموعة دي. مجموعة كويسة وفيها فرق كويسة طبعا. نتيجة غير متوقعة لكل الناس إن احنا نكسب تشيلسي هنا في تشيلسي، فأتمنى إن شاء الله إن احنا نفضل نقدم أداء كويس إن شاء الله بإذن الله. محمد، شو سر التخصص في شباك بيتر تشيك تحديدا؟ يعني هذه المرة الثانية تزور ستانفورد بريدج، والمرة الثانية تحقق يعني هدف وهدف جميل جدا. الحمد لله التوفيق من عند ربنا. اتمنى دايما يعني ان شاء الله الواحد يفضل يسجل. يعني الواحد بيبقى مبسوط وفخور بحاجه زي كده، انك تسجل في تشيلسي مرتين ورا بعض، فده حاجه كويسه جدا. يعني اتمنى ان شاء الله انها تفضل دايما باذن الله. تعليمات المدرب مرات ياكين كانت في هذا الاتجاه، يعني لتحقيق هجمات مرتده مثلا، الخروج منها بهدف او بهدفين كما حصل بالفعل. احنا مش هنكذب، يعني احنا فرقه كويسه، عايزين ناخد نقطه من الماتش او 3 نقط يعني على قد ما نقدر. الحمد لله ان احنا كنا موفقين النهارده وخدنا 3 نقط. حاولنا بشكل كبير ان احنا ناخد نقطه، وحاولنا وحافظنا على كده، بس ربنا كان موافق وخدنا 3 نقط يعني. افضل لاعب في المباراه محمد، ما هو القادم يعني للجمهور العربي الكبير الذي يتابعك الان وبدا يعرف بازل السويسري من هويه محمد صلاح ومحمد النني الغائب عن هذه المباراه طبعا؟ لا والله انا بقول ان الحمد لله على السلامه. يعني هو خلاص كده بدأ يتمرن النهارده او بكره، فان شاء الله باذن الله يبقى اضافه قويه لينا كبيره. يعني هو لعيب كويس ومحترم، وطبعا هو فارق مع المنتخب بشكل كبير وفارق معانا بشكل كبير. فاتمنى ان شاء الله ان هو يرجع في اقرب فرصه ويبقى موجود معانا باذن الله. واحسن لاعب في المباراه دي حاجه بتاعت ربنا، يعني اتمناها دايما باذن الله. آخر سؤال محمد، الآن مع المنتخب المصري ألف مبروك التأهل للمرحلة الحاسمة، والآن لدينا يعني فريق بازل السويسري بأول نقاط له في مرحلة المجموعات. هل محمد الآن سيكون قادرا على التوفيق بين أدائه في المنتخب المصري ومع بازل السويسري؟ اتمنى والله، اتمنى من ربنا ان انا ابقى موفق دايما. ان شاء الله نعمل حاجه كويسه مع النادي، وباذن الله نحقق امل كل المصريين باذن الله ونصعد كاس العالم يا رب ان شاء الله. ألف ألف مبروك محمد، بالتوفيق إن شاء الله. الله. إذن كان هذا محمد صلاح.